السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ شايفين بقى ما شاء الله كمية الفطير الجميل المشلتت ده؟ حاجة جاية تفتح النفس جنب شوية جبنة قديمة بقى وعسل. محتارة بقى اعمل غدا ايه النهاردة، فقلت اعمل شوية فطير مشلتت. يلا بينا على الطريقة. هنجيب هنا حطينا كيلو دقيق، انتي براحتك، حابة تعملي نص الكمية براحتك. هو شوية ملح وشوية دقيق، هنرش كده رش سكر كده من عندنا، وحطينا بقى بعد كده المية. اقعدي بقى حطي مية وقلبي وبسي كده العجين لحد ما تلاقيه ايه، ولا منه ان هو معجن قوي ولا منه ان هو محتاج مية. بايدك انت بقى كده، لان كل الدقيق طبعا زي ما احنا عارفين في كل المخبوزات كل المعجائن ان نوع الدقيق بيختلف. ممكن دي ياخد معاكي كمية مية اقل من التاني، يمكن اكتر، بس طبعا ده كده محتاج لسه نحط شوية مية كمان. هنعمل بقى اسرار نجاح الفطير الفلاحي من اشطر الناس. حاجة كده فطير مورق وطري وخفيف، طعمه بجد وريحته رهيبة، لان احنا عاملينه بقى بزبدة بقى جنة، مش عايزة اقولك على جمالها. جربي كده زبدة جنة او فرن، حاجة كده لذيذة جدا. بصوا العجينة لمت معانا اهي. اهم حاجة عشان ينجح معاكي الفطير لازم تعجنيه كتير جدا، يعني زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات على الفطير. اقعدي بقى افتكري غلبك مع العيال طول اليوم وعصبيتك وبصي وخنقتك انت وجوزك وكل واحد نكد عليك، اقعدي افتكري ودبي في الفطير، افتكري ودبي في الفطير. الفطير بقى هنعمله بصوا بدون فرد خالص، يعني من غير بقى ما نقعد نفرد ونحط واحدة واحدة طبقة طبقة، ولا نورق ولا اي حاجة. هو هيطلع مورق بطريقة وايه سر جهنمي هنعمله. بصوا العجينة ما شاء الله مطاطية جميلة ازاي. سيبها بقى ترتاح كده 10 دقايق ربع ساعة. ارتاحت هنا كده بالشكل ده. قسمنا بقى العجينة على جزئين. سر المهنة بقى هنا جاي، ان انتي ولا هتعملي بقى تورقي ولا الكلام ده، هو يتورق جاهز بسهولة جدا. هيتورق معاكي وفطير مشلتت بجد الفلاحي اللي بناكله كده فلاحيا بجد جه لحد عندنا بطريقة كده متخطرش على بال العفريت، وهتخليه مورق وطبقات. وبصي حاجة كده جوسي وجميل جدا. شوية عسل بقى وجبنة قديمة. بس بصراحة الطريقة دي ناجحة 1,000,000%، عجبتني جدا ومن ساعتها ما بغيرهوش. هنجيب بقى الزبدة كده، احنا كان ممكن نسيحها بس احنا مش عايزينها سايحة، احنا عايزينها كده مجمدة. هنحطها كده نفرد بيها العجين كله. ايه بقى السر اللي هنعمله يخليه مورق؟ ان احنا نفرد العجين كله زبدة ونعمله رول مقفول بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي. قبليها بس نفرد كل الزبدة كده بالشكل ده. متخليش حتة اعلى من حتة، يعني خلي كله زي بعض، خلي الطبقات متساوية. الزبدة بقى وهي محشية كده في الفطير، دي اول خطوة. يعني احنا اول حاجة عجلنا الدقيق وسيبناه يرتاح 10 دقايق. بعد كده دي تاني خطوة، نحط الزبدة كده ونعملها رول بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي كده. يعني ولا تقوليلي بقى ان احنا بنقعد نورق طبقة طبقة وناخد كورة كورة ونتعب وبصي وغلبة غلبة وبيسحب سمنة بطريقة رهيبة. فالطريقة دي هتخليكي ولا تستهلكي سمنة كتير زبدة كتير ولا اي حاجة. اقتصادي وجميل. كنت محتارة مش عارفة اعمل لهم غدا ايه النهاردة، فقلت يلا بقى اعمل لهم شوية فطير بشوية عسل وجبنة. احلى غدا والله العظيم، واخف غدا لان الجو حر، واحد اصلا ملوش نفسي ياكل.
بصوا ما شاء الله. عملناها رول كده بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. قطعه بقى كده بسكينة على قد الكرة اللي انت عايزة تكوريها. قطع كده بصي، تروحي مقفلة كده الجناب وحطها على جنب. تعملي بقى كده كل الكمية، كل الكمية تعمليها بالشكل اللي انت شايفاه الجميل ده من غير اي تعب ولا اي مجهود ولا اي حاجة. قطعي بقى كده كل القطع بتاعتك، كل القطع بتاعتك كده تقطعيها بالشكل ده وتحطيها. وخلي بالك اول قطعة حطيتيها هي دي اللي هتبقي تفرديها وتحطي عليها طبقة سمنة تانية. في الاول احنا هنحط كده كل الطبقات دي في التلاجة شوية عشان تجمد مع الزبدة اللي جواها. هنفرد دي كده بنفس الطريقة. وهنا كده ايه، خلصنا كل الكمية، حطيناها في التلاجة 10 دقايق وجبناها. مسكنا اول واحدة احنا كنا بدأنا فيها، وهنفرد بقى كده بالشكل الجميل ده. تلاقيها كده بتنفخ كده معاكي وجميلة قوي قوي. تجيبي حتة زبدة كمان وتفردي على الوش، وبعد كده تكوريها زي الكورة بالشكل الجميل ده. بصوا اسرار ونجاح الفطير حاجة كده حلوة قوي قوي وما تعبناش خالص. احنا كل حكاية احنا بنسيبه بعد كل خطوة 10 دقايق يرتاح بس، لكن هو ولا متعب ولا محتاج اي افتكاسات ولا اي حاجة خالص. ونعمله بطريقة سريعة جدا وبكل احترافية بدون تنقير، بدون اي نوع سمنة معين. النوع اللي يعجبك حطيه. بطرق سهلة قوي قوي قوي. مشروع في بيتك لو حابة تعمليه. كده عملنا الكمية كلها، وبعد كده نجيب بقى كده ايه طاسة على النار فيها شوية زبدة ونفرد كده الكورة بتاعتنا. بس ما شاء الله بتقبي معانا ازاي، شايفين؟ تبدأ تاخد لون من الجنبين بالشكل ده. هنشيلها بقى معانا. ما شاء الله عملنا كمية جميلة جدا وكبيرة، وما شاء الله عمل معانا كمية حلوة قوي قوي. بصوا الفطير اللهم بارك. بصوا التوريقة يا جماعة حلوة جدا، شايفين؟ توريقة من غير تعب من غير جهد، اقتصادي، غدا كده يشبع ويغير الروتين بتاع الاكل بتاعنا ونعمل طبخة ايه واكل ايه. بصوا ما شاء الله كمية يا جماعة رهيبة، حلو قوي وهيعجبكم. جربوه والطريقة دي سهلة قوي. واشتراك ولايك لو اول مرة بتشوفيني. باي باي.